سؤال ضايقني قوي من أم الولد عنده 16 سنة. لو سمحتي ابني في أولى ثانوي، مش عاجبني أسلوبه ولا طريقة كلامه ولا أي حاجة. ابني ملوش في أي حاجة، لا ثقافة صحية ولا ثقافة مدرسية ولا حتى ثقافة رياضية ولا أي حاجة. يقعد يتكلم عن تربية الطيور وتربية المعيز والأغنام والحاجات اللي زي دي. نفسي يبقى ماشي مع أصحابه مثقفين جدا وشطار قوي، وهو مش شاطر خالص بالمرة، ولا بيذاكر ولا حتى بيحب المذاكرة. أنا آسفة يا فندم، بس أنا مش عاجبني خالص الطريقة اللي حضرتك بتوصفي بيها ابنك وبتتكلمي عليه، لأن معنى إن أنتي تبعتي السؤال بالصيغة دي إن دي طريقة تفكيرك، وأكيد بتنعكس على طريقة كلامك وعلى نظراتك وطريقة تعاملك مع ابنك، ودي حاجة سيئة جدا إننا نوصلها لابننا في السن ده، لأنك لما تكلميه بالطريقة دي وتعامليه على هذا الأساس بتهدي ثقته في نفسه وبتضعفي شخصيته، وكمان بتقارنيه بأصحابه إنه أقل واحد فيهم عشان مش مثقف زيهم، فبتزودي عنده إحساس بقلة القيمة وإنه أوحش واحد في أصحابه. فأول حاجة بدعوكي يا فندم، أرجوكي غيري طريقة تفكيرك وطريقة كلامك عن ابنك ومع ابنك. ثانياً، أنا مش فاهمة إيه المشكلة إنه يكون مهتم بتربية الطيور والمعيز والأغنام والحاجات دي. إيه المشكلة يعني؟ دي هواية ظريفة جدا، وفي ناس مثقفين وفي منتهى الرقي ومهتمين بهوايات زي دي. سيبيه يهتم باللي هو عايزه وشجعيه كمان، ومش بعيد لما يكبر يبقى دي الحاجة اللي هو هيشتغل فيها ويبقى متفوق عن كل المنافسين بتوعه بسبب اهتمامه بالموضوع ده من وهو صغير، فيبقى رجل أعمال ناجح جدا. خلينا نبقى متفقين، دي حاجة لا عيب ولا حرام، هي اهتماماته وميوله كده. إيه المشكلة؟ فأنا عايزة ألفت نظر حضرتك إن المشكلة ممكن ما تكونش في ابنك، ممكن تكون في نظرتك ليه. وبعدين تعالي نراجع أصل موضوع التربية. لو أنا شايفة عند ابني نقصات، مش المفروض أقعد أنتقده وأقول له أنت ما بتفهمش في أي حاجة، ولا مذاكرة ولا صحة ولا ثقافة ولا مش عارفة إيه. ما أنا أمه اللي المفروض أساعده يتعلم الحاجات دي إزاي، مش أقعد أنتقده وأهد في شخصيته فأخليه يتضايق مني ويعند معايا ويتعصب عليا ويبعد عني. أنا اللي المفروض أساعده وأعلمه إزاي يذاكر ويعمل ايه عشان يبقى عنده معلومات عامة في كل المجالات. وعشان حضرتك تعملي كده لازم تبني علاقة صحية معاه وتحمسيه وتشجعيه، لكن طول ما حضرتك شايفاه بالنظرة بتاعت هو مش فالح ومش نافع في حاجة وكل اصحابه احسن منه، عمرك ما هتعرفي تساعديه. فدعوتي لحضرتك انك تشجعيه على الهواية اللي هو مهتم بيها، وقبل اي حاجة لو سمحتي غيري نظرتك ليه. سلام عليكم.